هو ايه افضل قسم للبنات في العلاج الطبيعي؟ ومش هتصدقيني لو قلتلك ان المجتمع محتاجك جدا. لو انت بنت وبتدرسي علاج طبيعي لسه، فاكيد سالتي نفسك هو انا هشتغل ايه او ايه القسم المناسب ليا. تعال نختاره مع بعض. لازم في الاول نعرف هو احنا هنحدد القسم المناسب لينا على اي اساس. على 3 حاجات. اول حاجه ميولنا الشخصيه، هل احنا ممكن نتعامل مثلا مع اطفال، مع كبار سن؟ لازم تشوفي انت ميولك ايه. تاني عامل وهو طبيعه الشغل نفسه، هل مثلا القسم ده بيبقى محتاج مجهود بدني شديد، فطبعا مش هيبقى مناسب لاي بنت. وتالت عامل هو سوق العمل، هل موجود فعلا فرص في القسم ده في سوق العمل ولا لا. اول قسم هو قسم صحه المراه، هو قسم مهم جدا مهم جدا وكريتيكال، وشغلك كدكتوره علاج طبيعي بيكون مؤثر فعلا في حالات مثلا سلاسل بول، مشاكل مثلا بعد الولاده، تاهيل قبل الولاده، مهم جدا. ولكن سوقه للاسف في مصر مش احسن حاجه، ومش مفيش ناس كتير بتشتغل فيه، بس هو مهم جدا. وكونك بنت فهيبقى مناسب ليكي كبنت وهيفيد المجتمع، لان في ناس كتير احنا علاج طبيعي في اوقات بيبقى فيه فيزيكال اكزامينيشن، بيبقى فيه بالبيشن، بيبقى فيه حاجات كتير قوي بتحتاج تلامس وبتحتاج فيزيكال كونتاكت. ففكره ان يكون في بنات في المجال ده هتبقى حاجه حلوه جدا. وخدي بالك انه قسم مطلوب جدا، لان مش في ناس كتير بتشتغل فيه، فنادر، والحاجه النادره بتبقى حاجه حلوه. تاني قسم هيبقى مناسب ليكي وهو قسم الاطفال، لو انت بتحب الاطفال وعندك صبر، لانه قسم فيه درجه عاليه من الضغط النفسي ومحتاج صبر، لان انت بتمسك الطفل ده بيقعد معاك سنين عشان تطلع بتطور، بس فعلا بيبقى فيه تطور، بتشتغلي معاه على الحركة بتاعته والتطور بتاعه. فهو شغل يعني انساني جدا وجميل جدا، بس لازم حد يكون غاوي الشغلانة دي او غاوي القسم ده. طيب يا دكتور، قسم العظام والاعصاب والحاجات دي ايه الدنيا؟ هو مش هيبقى مناسب لاي بنت، لان هو بيتطلب مجهود بدني وقوة بدنية، لان حرفيا يعني بتتعامل مثلا مع ناس لا قدر الله عندهم شلل، فانت بتشيل اصلا الجزء بتاعهم وتبدا تحركه، فعايز درجه عاليه من القوه. وطبعا يعني الرجاله في الاغلب بيبقى عندهم القوه البدنيه دي، لكن البنت في الاغلب مش هتقدر ان هي، بالذات لو مثلا مريض مثلا زياده او الحاله بتاعته سيئه، فبيتطلب ان انت تحركه دايما، فده مش هيبقى انسب حاجه للبنت. خصوصا برضه هنرجع لعدم الارتياحيه، ان الفيزيكال ثيرابي هو فيه تلامس وفيه فيزيكال كونتاكت عالي جدا، فممكن ما يبقاش ده مريح لبنات كتير. ده كان رايي الشخصي، سيبولي اراءكم في الكومنتس، وعايز يعني اشوف البنات رايهم ايه في الترشيحات والاراء دي، وربنا يوفقكم.